السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى أن تكونوا على خير ويلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال. فيديو اليوم هو فيديو اقتصادي وسريع كيوجد في وقت وجيز بالنسبة للغداء أو العشاء. هنا عندنا أجنحة الدجاج، يعني يكونوا كتجمعوهم هكا ولا تاخذهم هكا موجودين. أنا بالنسبة لي كنجمعهم، يعني كنبقى نجمع هكا جنيوحات حتى كنجمع كمية وعاد كنديرهم. واليوم اقترحت انني نديرها ونشاركها معكم، يعني في الفرن بدون ما كيجيو لذاذ وبنيانين وكيبغيو ياكلوهم هكا الوليدات. كنحتاج هنا البصيله، هنا كنحتاج الهريسه، وهنا عندي الموطارد، عندي الثوم بودره، عندي قزبر وملح. وبالنسبه للعطريه عندي الخرقوم، الابزار، التحميره، القزبر يابس، سكنجبير، وشويه د الكمون. هنا عندي شويه نتاع الثومه مطحونه، عندي ضامه نتاع البنه، وعندي هنا شويه الزعتره والزعتر اختياري، هما كيعطيو مذاق زوين. وهنايا ما غنديرش الملحه لان عندي هنا الثومه مطحونه بشويه الملحه، ضامه البنه، عندي الموطرد اصلا كيكون مالح. دابا ندوزو، يا اما اختاري ديريهم هكا كومبلي يعني كاملين، يا اما تقسموهم على جوج. انا ما بقاليش الوقت بزاف، يعني باش نسهل عليا الطياب غادي نقسمهم على جوج، يعني اختيار ديالك، قسمهم كاملين على جوج. وبطبيعه الحال راهم مرقدين في الحامض وشويه سكنجبير والملح، اللي كيجيو لذاذين. وهادو الجنيوحات راه عامرين بالبروتين، يعني بالعكس راه مفيدين بزاف للصحه. صافي نقطعهم هكا كاملين. هادو ساهلين واقتصاديين، ويعني الحاجه هكا انا كنبقى نجمع هكا جنيوحات، فيما نجيب هكا الدجاج كنحيد دوك الجنيوحات ما كنطيبهمش، ومن بعد كندير هكا في التالي طبق هكا كيجي لذيذ وكيجي هكا. المشاوي اصلا كيبغيو الوليدات، بامكانك انك تخدم كاملين هكا من عند الجزار. صافي غادي نعاود ندوز نشرب لهم. غادي نستعمل غير داك التبصيل نيت، يعني نقص عليه في الماعين. اول حاجه غادي نبدا بالعطريه، كندير العطريه كامله اللي فيها التحميره وسكنجبير والخرقوم وشويه د الكمون وقزبر حبوب مطحون. هنا كنضيف شويه تاع الثومه لان الدجاج كيبغي الثومه، درت شويه مطحونه وندير شويه د البودره. هنا غنضيف ضماد البنه تاع الدجاج، بعد كنضيف الموطارد والهريسه. الهريسه اللي شاركت معكم كتجي لذيذه. نحاول ما امكن هكا نفرتها بين يديا. كنضيف الربيع، القزبر ومعدنوس هكا مقردين مقطعين رقاق. كنضيف شويه تاع الثومه، هكا الثومه بودره كتجي زوينه في المشاوي. حتى اللي عنده بصله بودره بامكان ديالو يديرها، غير انا ما متوفراليش، كندير واحد النسبه قليله، غير نص معلقه صغيره. هنا كنضيف زعتره، حتى هي كنحكها بيدي واخا ديرها مازال شويه طريه، يمكن حيدها من العود. حكا بيدي هي والزعتر، كتعطي نسمه زوينه هكا في المشاوي. صافي غادي نخلط كامل داك العطريه. غادي نضيف واحد شويه نتاع زيت العود، اللي ما توفرش يمكن يدير زيت العادي او شويه الزبده، كنفضل انا زيت العود احسن. صافي غادي نخلط كامل داك العناصر، نحاول ما امكن ندوب داك المكعب نتاع المطار نتاع الهريسه نتاع ضامد البنه. صافي غادي نحط عليهم ديك الجنيوحات. اللي كان عنده الوقت يمكن له يديرهم صح بكري ويخليهم حتى الغدا ولا حتى العشاء، ولا يديرهم بالليل ويديرهم حتى الغد ليه، يعني كيتشربوا داك العطريه كيجيو زوينين. انا بالنسبه لي خليتهم غير واحد ساعه د المكانه وطيبتهم مباشره وهكا كيجيو لذاذين. وهنا راه نسيت الحامض ما درتوش، كنديروا واحد العصير د الحامض هكا، واحد المعلقه كبيره نتاع العصير د الحامض. هنا راه ما سجلش في المقطع. صافي كنخلط هكا كامل وكنخلي واحد شويه تشرب. كنحاول ما امكن ندعك مزيان ديك العطريه في الجنيوحات هكا باش تتبل دغيا. صافي انا غادي نخليها واحد شويه، ومن بعد غادي نجيب واحد المول اللي كيدخل الفران،
القياس اللي بغيتي. انا عندي هذا كبير. غادي نفرشوا اول حاجه البصله، غادي ندير واحد قطره تاع الزيت وغادي نفرشوا واحد تفريشه بسيطه تاع البصله. يعني بغيتي ديرها دوائر ولا ديرها كجنيوحات ولا الشغل ديالك كل اختيار ديالو. انا كنفضل انا نديرها كجنيوحات. صافي غادي نستف الدجاج ديالي كامل فوق منه. الطبق سريع دغيا كيوجد دغيا كيطيب، يعني ظرف واحد الساعه المكانه وكنكونوا مسخنين الفران مزيان من الفوق ومن التحت مسخن مزيان، بعد كنطفيو عليه من الفوق نخليوه غير من التحت يطيب. صافي كنفرش داكشي كامل وديك الشرموله حتى هي كنديرها، يعني ما كنرميو حتى حاجه، كندير داك الشرموله فوق منها. صافي من بعد كنجيبو البابي كويسون كنغطاه بابي كويسو هو الاول، يعني ورق الطهي هو الاول، ما ممنوع نديرو الالومنيوم مباشره على الطياب، يعني نغطيو بعدا بواحد الطبقه من بابي كويسون وعاد كنزيدو الالومنيوم. صافي من بعد ما غطيت انا مشيت نجيب الومنيوم عندي شويه بعيد، انا دابا نغطيه بالومنيوم. صافي وندخل الفران يكون سخون، الاحسن يكون مسخن من قبل يعني باش ما كيتعطلش هكا في الطياب. وانا هذا هو الشكل ديالو من بعد ما طاب وتحمر، يعني كيطيب مزيان، اصلا كيطلق الماء خصو تينشف من الماء ديالو. هو مقدم يعني كيجي لذيذ وشهي. هنا قدمته بالفول مدمس، يعني الفول مرفوس كما كنسميو حنا فول مرفوس، مع زويتينات محمضين مع الخبز المطلوع. يعني طبق بسيط واقتصادي، غديوه سهله وخفيفه بالصحه والراحه. ان شاء الله المره الجايه ندير لكم فول مرفوس، والى فيديو قادم ان شاء الله.